اول سؤال بنساله لاي حد جايب مجموع عالي في ثانويه عامه، وانا كمان كنت بساله للناس اللي كانت بتبعت لي وان هم جايبين مجاميع عاليه وكانوا بيتابعوني وكده، هو كنت بتحل كتب ايه؟ فالنهارده انا هقول لكم تحلوا كتب ايه في الثانويه العامه، ازاي تختاروا الكتب بتاعتكم، ازاي تواكبوا من اكتر من كتاب، وازاي تستفادوا من الكتب اللي بتحلوها باكبر استفاده ممكنه، لان انت ممكن تحل كتاب واحد وتطلع بيه مقفل الماده، وممكن تحل اكتر من 10 كتب ويبقى ملهاش اي فايده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مي جمال دفعه رابعه طب بشري، وعلى القناه هنا بحاول اساعدكم واتابعكم خلال رحله الثانويه العامه بكل تفاصيلها من اولها لاخرها. كمان ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، واكتبوا لي كل حاجه محتاجينها خلال الفتره الجايه. مبدا عايزاكم تعرفوه تتبنوه خلال الثانويه العامه كلها: الوعي قبل السعي. يعني قبل ما تعمل اي حاجه، قبل ما تسمع اي حد وتسمع كلامه كده عمياني وتروح تجيب وراه الحاجه، لازم تفلتر كلامه في دماغك، تشوف ايه اللي هيناسبك وتاخده، ايه اللي مش هيناسبك عادي جدا مش هيأثر عليك. مش مادام حد قال انا عملت كده وطلعت الاول يبقى انت لو ما عملتوش يبقى انت خلاص مش هتطلع الاول ومش هتجيب درجه. لا، تقدر تحل كتب ايه وتجيبها وما تجيبش اكتر من طاقتك. ففي الاول ابدا بكتاب او كتابين، لو مدرسك بيعمل اوريدي مذكرات او كده فهات مذكره مدرسك وكتاب يكون عالي، لان غالبا المدرسين بيكونوا حاطين الكتب البيزك في مذكراتهم، بيكونوا لامين من اكتر من كتاب. بس مثلا كتاب زي الامتحان كتاب اساسي مدرس هتلاقيه حاطته لك كده كده في مذكرتك، ما يبقاش مدرسك اوريدي عامل مذكره وتروح تجيب كمان كتاب الامتحان عليها، انت كده حرفيا كانك بتحل المذكره مره كمان. نبدا سريعا بالكتب واقول لكم مميزات كل كتاب من اللي انا اخترته، سواء عن تجربتي او عن تجربه الناس اللي انا سالتهم زي ما قلت لكم. بالنسبه للكيمياء انا برشح كتاب كيمياء ثانويه عامه، كنت مرشحه السنه اللي فاتت وبرجع ارشحه تاني دلوقتي، لان هو مزود لك كل تريكات الحل اللي انت محتاجها، فبجد هيفيدك جدا كل افكار المسائل معاك، فمش هتحتاج حاجه زياده عنه غير مثلا لو في حاجه بسيطه مدرسك هيقول لك عليها. حتى لو مش بتاخد مع كيمياء ثانويه عامه انت برضو هتستفاد جدا من الكتاب ده، وهيكون مصدر الشرح الاساسي بالنسبه لك اللي انت بتذاكر منه. بالنسبه لكتب الحل فكتاب التفوق وكتاب مندليف. كتاب التفوق كل الدفعه اللي فاتت اكدوا لي عليه، وكتاب مندليف كتاب حلو جدا واسئلته يعني يعتبر في المستوى المتوسط ويساوي كتاب الامتحان، يعني يا اما مندليف يا اما الامتحان، بس التفوق مفيش غنى عنه الصراحه، وبيبقى كمان مزود لك اسئله كتاب الوزاره، فدي حاجه كويسه جدا. بصوا دي اكتر حاجه عجبتني في كتاب التفوق، ان هم عاملين بنك الاسئله الوزاريه والاسترشاديه، لان دي اكتر حاجه بجد هتستفاد منها. كل ما تسأل نفسك وانا هعرف احل كتاب اخر السنة ولا لا، هعرف احل اسئلة اخر السنة ولا لا في الامتحان وكده، بجد هتيجي الكتاب ده تحله هتلاقي ان هو لا، الاسئلة الحمد لله انا عارفة اتعامل معاها، هيطمنك جدا، وفي نفس الوقت انت هتكون ضامن ان انت عارف كل افكار النماذج الاسترشادية وافكار الوزارة، ودي فعلا الافكار اللي بيركز عليها اوائل الجمهورية لو انت فعلا عايز تبقى واحد من اللي بيقفلوا الامتحانات اخر السنة. تاني حاجة بالنسبة للعربي برشح فيه كتاب كيان وكتاب الامتحان، الكتابين كويسين جدا. كتاب الامتحان هو البيزك وهو يساوي الاضواء، يعني انت لو مدرسك قايل لك على الاضواء والامتحان الاثنين يساوي بعض، حلو كبدايه ان هو يعني هيسهلك اول ما انت مذاكر الدرس على طول تحل منه. وبعد كده كتاب كيان بيزود عليك برضو الافكار والتريكات وكده. ثالث ماده وهي الاحياء، بالنسبه للشرح انا قارنت بين كتاب التفوق وكتاب الامتحان، انا كنت بذاكر من كتاب الامتحان في الشرح، ولكن كان مغلبني جدا انه ما كانش فيه الملاحظات الزياده اللي بتساعد على الحل، على عكس كتاب التفوق انا كنت بجيبه حرفيا، كنت جبته في نص السنه اوريدي، وقعدت انقل بقى منه الملاحظات لكتاب الامتحان عشان يبقى مصدر مذاكرتي واحد، فكانت حوسه كبيره قوي وشتتتني في المذاكره. هم اصلا في كتاب التفوق حريصين جدا السنه دي على كتاب المدرسه، فكل رسومات كتاب المدرسه على عكس اي كتاب تاني موجوده في كتاب التفوق، وكمان بيبقى فيه ملاحظات كتيره زياده للحل هتساعدك على انك تحل بسهوله اكتر. وانت بقى زود ملاحظات مدرسك زي ما انت عايز، بجد هتلاقوا ان الملاحظات اللي بتضيفوها قليله جدا، لان حتى الملاحظات اللي المدرس كان بيقولها، انا كنت مع دكتور احمد الجوهري بالمناسبه، كانت موجوده في كتاب التفوق، فعشان كده برشح كتاب التفوق في الشرح. كتاب الحل كتاب الامتحان والتفوق اساسيين جدا جدا لاي حد في ثانويه عامه. بالنسبه للاحياء انجليزي عندي المعاصر او جيم والعمالقه. المعاصر او جيم الاثنين يعتبروا مستوى واحد، ولكن انا بحب المعاصر اكتر في حفظ الكلمات، لان هو بيجيب لك عمود الكلمات وبعدها حل عليه، فبالتالي انت بتحفظ الكلمه وبعد كده تحل عليها فبتطبق عليها بسرعه، على عكس مثلا الكتب التانية اللي بتجيب لك الكلمات كلها على بعضها وبعد كده حل على بعضه، فدي ما بتبقاش احسن في فكره ان انت تقسم الحاجه لاجزاء كده. وبعد كده كتاب اللي هو العمالقه حلو جدا 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 في ان هو بيضيف لك تريكات زياده، في كمان تريكات الجرامر وكده، وطريقه شرحه للجرامر ذات نفسها حلوه قوي لو انت هتذاكر الجرامر منه. وكمان كحل الحل بتاعه حلو جدا واساسي معاك في الامتحان. الفيزياء اساسي فيها كتاب شرح الامتحان، وكحل كتاب الامتحان والتفوق برده رشحوه لي الدفعه اللي فاتت كتير جدا. ازاي بقى احل اكتر من كتاب واستفاد منه اقصى استفاده ممكنه؟ انتوا مثلا بتاخدوا مرتين في الاسبوع
حد واربع، فالحد ده بيكون شرح والاربع بيكون حل. فانت في يوم الشرح الاساسي خلاص خدت الشرح بتاعك، رحت تذاكر الشرح اللي انت خدته ده من كتاب الشرح الاساسي كويس قوي وتاكد على فهمك، وقال لكم طريقه مذاكره كل ماده باذن الله. وبعد كده تحل من الكتاب الاساسي اللي هو الكتاب الاسهل، مثلا كتاب الامتحان في الفيزياء. وبعد كده المره الثانيه انت رايح يوم الاربع قبل ما تروح تحل كتاب التفوق، او بعد ما تيجي من الدرس تحل كتاب التفوق ما دام هي حصه حل. واحنا اوريدي كان المدرس بيقسم لنا حل، يعني مثلا كتاب الامتحان كنا بنحله نصه في الحصه والنص التاني ناخده واجب، فبالتالي ما كانش موضوع ضاغط قوي حتى لو كنا بنحل اكتر من كتاب. فده بالنسبه لطريقه الحل لو انت بتاخد يومين في الاسبوع. لو بتاخد حصه واحده في الاسبوع او بتاخد اونلاين، عارفه المدرسين اونلاين بيبقوا حصه واحده في الاسبوع، فانت خدت الحصه النهارده، حل النهارده برضو زي ما قلت لكم من الكتاب الاساسي او الكتاب الاسهل، بكره تحل من الكتاب الاصعب شويه وانت بتذاكر ماده تانية عادي. يعني النهارده انت رحت حصه الفيزياء وذاكرت فيزياء وحليت عليها من كتاب الامتحان، بكره انت رايح درس عربي وذاكرت عربي وتحل على الفيزياء من كتاب التفوق، بعد بكره انت رايح مثلا درس انجليزي وحليت انجليزي وتحل على الفيزياء والعربي من كتاب مثلا الثالث انت بتحله، والعربي من الكتاب الثاني، وهكذا. اتمنى تكون الفكره وصلت. دي برضو فكره كان قالوا عليها الناس اللي كانت في الدفعه اللي فاتت اللي كانت بتاخد دروس ليوم واحد في الاسبوع. ليه بقى نفس الكتاب ده يكون عند طالب شاطر وجايب 99% ونفس الكتاب ده يكون عند طالب فاشل وجايب 60% ولا 50%، او حتى طالب شاطر ومعرفش يستفاد منه وللاسف ما توفقش؟ بصوا يا جماعه، الحكايه كلها في طريقه الحل. يعني انا نفسي فكره الشرح نفسها او فكره مذاكره الشرح باخد فيها وقت عادي خالص، ممكن اقعد اذاكر الدرس في ساعتين 3 مفيش مشكله. لكن الحل انا بحط لنفسي تايمر، يعني مثلا ال20 سؤال احط لي عليهم ساعه، لازم اخلصهم خلال ساعه. اول مره هتلاقي نفسك اصلا 20 سؤال دول دماغك مش مستوعبه ان هي تخلصهم في ساعتين حتى، بس مرة مع التانية دماغك بتظبط وبتلتزم اكتر بالوقت، وبتلاقي عندك احترام جدا لنقطة الوقت داخليا اصلا، انك فعلا الحمد لله دماغك مظبوطة على الحل بوقت معين. تاني حاجة مفيش غنى عنها وهي الهايلايترز وايه البوك مارك دي. طب ده احنا بنعمل ايه؟ الهايلايتر ده انت قبلك سؤال، انا الاول كنت بحل الاسئلة كلها في وقت معين زي ما قلت لكم كاني في امتحان بالظبط، وبعد كده خلصت حل بقوم فاتحة الاجابات ومعلمة لنفسي، ومعلمة 1 2 3 خلاص بالقلم الاحمر، واقوم مديها لنفسي درجة. السؤال الغلط بعمل جنبه غلط، وبعد كده اقوم جايبة القلم الفسفوري ده واقوم معلمه عليه. دي الاسئله اللي انا غلطت فيها. لو سؤال قابلني صعب بحط مثلا بالقلم الايه اللي هو البرتقاني، علشان يكون كل لون متكود عندي مستوى صعوبة معين، يعني اللي هو الأصفر ده للأسئلة السهلة اللي أنا غلطت فيها، أسئلة التركيز وكده، والأسئلة الصعبة شوية بخليها بالأورنج، الأسئلة الجديدة اللي هي مثلا افتكاسة أو كده بخليها بالبامبي، وهكذا. فأنتوا حرين خلوا باللون اللي انتوا حابينه، ولكن أنا كنت مكوداها كده في كل المواد علشان أبقى دماغي متبرمجة إن أنا أول ما أبص للصفحة إيه الأولى إن أنا أشوف أخطائي اللي هي السهلة الأول عشان ما غلطش فيها تاني. تمام. بعد كده البوك مارك ديت احنا بنقوم ايه قاطعينها كده واحطها في الكتاب قصاد السؤال اللي وقف معايا، يعني انا السؤال وقف معايا هنا اقوم ايه لازقاها هنا كده، فاجي للسؤال مره تانية اقوم ايه عامله كده خلاص يطلع لي السؤال اللي انا غلطت فيه على طول وراجعه قبل شامل او كده. مهم ان انت تراجع اخطائك، انت خلاص علمت لنفسك حددت اخطائك، بتروح للمدرس ان هو يحلها لك ويفهمها لك كويس قوي، او بتفتح فيديو على اليوتيوب يفهمها لك كويس قوي. طيب انت خلاص فهمت اخطائك وتمام، اكتب جنبها طريقه الحل حتى لو بالعاميه، فهمها لنفسك بالعاميه كانك المدرس بالظبط. هتشكر نفسك بجد، لان الاسئله اللي انت بتغلط فيها يعني غالبا ممكن تغلط فيها تاني لو ما عملتش الطريقه دي. وبعد كده هتيجي قبل امتحان الشامل بتاعك او قبل مراجعتك ايا كان انت هتراجع الماده تاني امتى، لما المدرس يديك شامل هتلاقي نفسك بقى تيجي للاخطاء دي كلها على طول، هتيجي للاخطاء بس والحاجات اللي انت معلم عليها وتراجعها تاني بطريقه ان انت تحلها تاني كانك اول مره تشوفها، من غير ما تبص على الاجابه وتحلها لوحدك. حلتها صح تمام، حلتها غلط بتعاقب نفسك انك مثلا تحل 5 اسئله زياده، فبالتالي دماغك بتنتبه اكتر مره مع التانية. فكره الثانويه العامه كلها في كده يا جماعه، ان انت تمرن دماغك، انت بتغير تفكيرك بتغير طريقتك لانك تكون اكتر التزاما وتفكيرك يكون احسن في كل حاجه. فبس الفكره مش فكره ان انت مثلا تحل اكتر، ولا فكره مين اللي يتسابق ان هو يوصل ل50 كتاب. انا عن نفسي شخصيه اشتريت اكتر من 40 كتاب في ثانويه عامه، ولكن اللي استفدت منه كان حوالي كتابين في كل ماده بالطريقه دي يا جماعه والله. فاعملوا اللي بقول لكم عليه باذن الله توصلوا اللي انتوا عايزينه. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفادكم، ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده وابعتوه لكل اصحابكم، لو مش هتقدروا تبعتوه عادي جدا اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وصلوا على افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس مع السلامه.